السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتي مطبخ زنوبه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشوربه لذيذه وخفيفه وسهله في متناول الجميع. هاد الشوربه هذه ديال الفطر اللي سبق ليا وهضرت على الفوائد ديالو في الفيديو السابق، فاحنا غادي نستافدوا منها في هاد الشوربه هذه. قبل ما نبدا الوصفه، اللي باقي ما تابوناش معايا في لاشين يدير لي ابوني، واللي مابوني مرحبا بيه يزيد يشجعني بالتعليق ديالو وباللايكات. نبداو على بركة الله. لتحضير هذه الوصفة عندي هنا ربعة ديال الفطر اللي سبق لي غسلته وقطعته مزيان، ضامة ديال البنة، 3 الفصوص ديال الثوم، نصف ملعقة ديال البزار، نصف ملعقة ديال الكركم، معلقة صغيرة ديال الزبدة، معلقة كبيرة ديال الدقيق فورس، نصف لتر ديال الحليب، كاس كبير ديال الماء، عندي هنا فرماج وحدة، 2 معالق ديال زيت الزيتون وبصله وحده مشلضه. خديت الطنجره درت فيها زيت الزيتون ودرت فيها البصله وخليتها تشحر واحد شويه. غادي نضيف عليها دابا العطريه. غادي ندير اول حاجه ضامه البنه. ضامه البنه تقدروا ديروها باي نكهه بغيتو، انا درت هنا ضامه البنه ديال الحوت. وغادي نضيفوا الابزار ونضيفوا الكركم والثومه اللي سبق ليا وحكيتها. غادي نحرك مزيان حتى كتشحر لنا ديك البصله. غادي نضيف لها معلقه صغيره ديال الزبده، غادي نحرك مزيان حتى تذوب لينا ديك الزبده. الصراحه كيجي المذاق ديالها رائع. غادي نضيف الفطر تقدروا تقطعوه صغير من هذا الشكل اللي قطعت انا، كل واحد على حسب الرغبه ديالو. وحتى في الغسيل فما تكتروش عليه الماء بزاف لانه هو كيمتص الماء بزاف. غادي ندير